خلينا نتخيل كده واحد ما بيعرفش يعوم وفي دماغه ان العوم مش مهم، مش لازم يتعلم السباحة عامة عشان هو مش حابب رياضة السباحة. تخيل الشخص ده وهو رايح في رحلة في مركب صغير مثلا مع شوية صحابه ماشيين في نص البحر، وإذ فجأة المركب ده يحصل فيه حاجة وتغرق. هو هيكون عامل ازاي؟ هل ساعتها هيقعد يسأل الناس اللي بتغرق معاه ازاي اعوم، ولا هيعمل كل حاجة يقدر عليها عشان يعرف بس يطلع فوق يا دوبك يشم نفسه؟ اكيد هيعمل كل حاجة يقدر عليها عشان يقدر ينقذ نفسه. انت لما بتقول على نفسك تايه، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف ابدأ منين، مش عارف، خليني احط لك مثال عشان اقرب لك الدنيا. انت دلوقتي بدأت السنة الدراسية دي قعدت تراكم فيها وما ذاكرتش لحد آخر السنة. هل أنت ليلة الامتحان هتقعد تسأل الناس اللي معاك في الدفعة مثلا، الناس اللي أكبر منك، أو هتسأل أي حد إزاي ألم المنهج، ولا هتقعد ليلة الامتحان دي أنت هتبقى عارف تعمل إيه بالظبط؟ هتلم كذا وكذا وكذا وهتحل وهتقوم لامم المادة كده وداخل الامتحان على طول بتنقذ نفسك. اعرف ان انت لما تقول لنفسك انا مش عارف اعمل ايه وتايه، وبرضه تقول للناس ان انت تايه ومش عارف تعمل ايه وتسألهم ابدأ منين، انا حياتي فيها كذا وكذا وكذا، اعرف ان انت شخص مرتاح جدا، عاجبك الوضع اللي انت فيه. انت لما بتروح تسأل حد تعمل ايه او تفضفض له مثلا ان حياتك فاضية وحياتك بايظة ومش عارف تعمل ايه، انت فكرك ان انت مش عارف الاجابة؟ قول لي انت اسأل نفسك كم مرة رحت سألت حد على تصرف معين انت المفروض تتصرفه، او اكشن معين المفروض تاخده في حياتك، او المفروض تعمل ايه دلوقتي، او انت اصلا عارف الاجابة، انت بس بتتهرب منها عشان تفضل مرتاح زي ما انت بتكون عايز حد ياخد عنك المسؤولية، ما بتشيلهاش انت، بتكون عايز تسأل الشخص ده عشان بس يطمنك ويقول لك الحل كذا كذا، ودماغك كده المفروض خلاص بقت صافية وبقت عارفة يعني المفروض تعمل ايه. بس لا، انت من جواك عقلك ده فيه كذا حاجة كده كلهم داخلين في بعض، مخلينك متشتت، مخلين في ضباب. ورا الضباب ده انت عارف انت المفروض تعمل ايه كويس، بس لا. مثلا الناس اللي كانت مدمنة اي فيديو جيمز، الضباب ده بيكون عبارة عن احنا السيزون ايه اللي نزل، مود ايه اللي نزل، مش عارف ايه اللي نزل. لو حياتك برضو مبنية على قعدة القهاوي وان انت تنزل بس مع صحابك وحياة الناس عامة، في ناس حياتها عبارة عن حياة الناس، في ناس شغلها الشاغل تقعد بص مين عمل كذا، طب بص مين ساب مين، طب بص مين عمل ايه. ده انا كده بتكلم على الحقيقة. في ناس بقى شغلها الشاغل نفس الكلام كده بس في السوشيال ميديا، شفت مين عمل مين في الانفلونسرز، شفت مين ساب مين برضو، شفت مين عمل ايه. فهي دي مش حياة. انت عارف انت المفروض تعمل ايه، بس انت بتشتت نفسك بالحاجات دي عشان انت مش قادر من جواك فعلا تاخد المسؤولية تجاه الحاجات دي، فبتشتت نفسك بأي حاجة بحجة انك ما عندكش وقت، بحجة انك مشتت فعلا ومش عارف تعمل ايه. في حاجات كتير المفروض تعملها وانت يا عيني مش عارف تعمل ايه، مع انك اول ما تتحط تحت الضغط ده بتدخل في عامل الضرورة. انت بتكون عارف انت المفروض تعمل ايه، بس انت المفروض تتحط تحت ضغط عشان تعمله، وده مش عيب منك. انا كده وانت كده وكل الناس دي كده، دي طبيعة عقلك. بس انت المفروض بقى تستغل الموضوع ده ازاي. دلوقتي انت فهمت وعرفت ان عقلك لما بيتحط تحت ضغط بيكون فعلا عارف هو المفروض يعمل ايه كويس جدا 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 بالخطوات. تقوم انت حاطه تحت ضغط او مخلي حد حطك تحت ضغط. انت دلوقتي مثلا قدامك على الامتحان شهر، وانت بتيجي في ليله الامتحان تزنق نفسك تلم الماده كلها، توهم عقلك او توهم نفسك او تدي لنفسك امتحان تاني غير الامتحان الاساسي كمان يومين على نفس الماده دي، بقول لك لسه قدامه شهر، يومين هخلص الماده. تخلصه عشان ايه؟ عشان الامتحان اللي انت حاطه لنفسك مش الامتحان الاساسي، او عشان الديدلاين عامه اللي انت حطيته لنفسك. جس وات، هتخلص الماده، بحيث ان انت كنت ممكن تتمرقع الشهر كله او تذاكر بمعدل قليل قوي وتيجي برضه هتذاكر الماده ليله الامتحان، يعني كان معاك شهر بس انت في الاخر ذاكرتها في يوم. فدي قوة الديدلاين وقوة الضغط اللي بيتحط عليك، اللي بيولد كمية طاقة تخليك عارف تعمل ايه كويس جدا جدا من غير ما تفكر ومن غير ما تقعد تسأل حد ومن غير ما تقول انا تايه ومن غير ما تقول انا متشتت. انت كده كده بتكون عارف انت عايز تعمل ايه، سواء في هدفك سواء في يومك عامة. في ناس تقعد تقول اعمل ايه عشان اطور من نفسي، انت مش عارف تعمل ايه عشان تطور من نفسك. انت عارف كويس جدا ان انت المفروض مثلا تتمرن وتبطل حاجات مش كويسة وتبدأ تثقف نفسك وتبدأ تشتغل على نفسك عامة. ما تقوليش هتشتغل على نفسك ازاي، انت عارف كويس تشتغل على نفسك ازاي. كل واحد أضرب نفسه، كل واحد أضرب حياته أضرب شخصيته، وكل واحد فاهم نفسه كويس من جوه. فما تضحكش على نفسك، ده ممكن تضحك على الناس
بس هتضحك على نفسك. انت عارف كويس جدا حقيقة كل حاجة انت بتعملها، حتى لو بتعرف تفايقها قدام الناس، بس نفسك اهم. انت ممكن تخسر نظرتك قدام الناس كلها، بس لو خسرت نظرتك قدام نفسك فانت كده بقيت انسان ميت. ما بتثقش في نفسك. لما بتقول لنفسك كلمة ما بتعملهاش. عايز الناس تحترمك، عايز الناس تقدرك، اعمل اللي المفروض يتعمل، اللي انت عارفه كويس. هقول لك حاجه مثلا، انت دلوقتي انا لسه قايل لك ان انت بتقعد تشتت نفسك عشان تعمل الضباب ده على عقلك اللي بيخليك مش شايف او ملهي عن الحاجات اللي انت المفروض تعملها. جه مثلا النت قطع او موبايلك باظ او حصل اي حاجه، قعدت في اوضتك بس كده، النور قطع مثلا، اي حاجه، انت قاعد في اوضتك اهو زهقان، قعدت مثلا 3 ساعات، هتلاقي مرة واحدة ده بدأ يتلاشى. وكلنا مجربين الإحساس ده. الضباب ده بدأ يتلاشى، بدأت تيجي في دماغك أفكار معينة كده، في منها عشوائية وفي منها انت ايه ده، انت ايه اللي انت عملته الفترة اللي فاتت دي، انت ازاي لحد دلوقتي ما بدأتش الحاجة الفلانية، انت المفروض تعمل كذا كذا كذا، انت المفروض تتمرن، انت ازاي امبارح ما اشتغلتش عدد ساعات كفاية. انت تبدأ بقى ايه، دماغك تجيب لك القديم والجديد. هنا بقى في الحالة دي بتتأكد ان انت فعلا عارف انت المفروض تعمل ايه، انت بس كنت محتاج تتحط تحت ضغط، والضغط ده في الحالة دي اللي هو الملل، وكنت محتاج تشيل بس المشتتات اللي حواليك اللي مخليك ملهي وحاسس ان انت كده مرتاح وان انت كده تمام. اضغط نفسك في هدفك بدل ما الدنيا هي اللي تضغط عليك عشان تعمله في الاخر. بس متنساش تشوف الفيديو ده عشان هيفيدك جدا جدا، واعمل لايك عشان الناس اكتر تستفاد بالفيديو ده، واعمل سبسكرايب عشان تشوف محتوى اكتر من ده يطور عليك. اشوفك الفيديو الجاي.